يا أهلا بيكم في قعدة سينما. والنهاردة هنرجع عشان نكمل كلامنا عن مسلسلات رمضان، والدور النهاردة عن مسلسل المشوار اللي اتفرجت عليه أنا وأمنية وحابين نتكلم عنه. ويلا نبدأ يا أمنية. مساء الخير، الأخبار. كله حلو. هنتكلم عن مشوار، مش كده؟ أكيد أنت مش عارفة. بص هقول لك، يعني بداية الكلام كده. أنا كنت متحمسة جدا 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 للمسلسل في الأول. وأنا للأسف. وحسيت إن ممكن يكون سقف التوقعات العالي قوي ده، وده برضو كان ليه أسبابه وهنتكلم فيها. بس أتصور إن سقف التوقعات العالي قوي ده خلانا نحبط مع الوقت، مع الحلقات. ولو هو هتكلم عن ليه التوقعات كانت التوقعات جاية كانت كمان عالية. إن إحنا من اسم المخرج مم. محمد ياسين، وإن محمد رمضان طبعا. هيغير شوية ودينا الشربيني معاه، يعني أعتقد كانت مم. في توقعات غير عالية كده يعني. كمان كان السنة اللي فاتت مثلا سعدي جوهر كانوا ابتدوا ان هم يقدموا كأول حضور ليهم في الدراما كان لعبة نيوتن مع تامر محسن. وكان اه مبشر جدا جدا ان لو هم مشوا على النهج ده هيكون في مسار مختلف شوية في الدراما. لكن مع الأسف، وهنضطر نقول مع الأسف، يعني المسلسل ما كانش خالص مرضي للمشاهدين، لأن انا شايف كان في في أكتر شكوى من على تفصيلة. تويتر وفيسبوك وكده برضه، اه، يعني فاحنا مش صحيح، في رأينا إحباط مختلف عن شديد، الناس يعني. في إحباط شديد فعلا من المسلسل. و... ويمكن كمان انت يعني مثلا محمد ياسين مثلا كمخرج احنا شفناه في أكتر من حاجة قبلها. هو اخرهم بقاله افراح ايه أكتر القبة. من 5 سنين أو حاجة. كان أفراح القبة 2016. وهو له وقبلها اعمال كتير كويسة جدا، شفنا مثلا الجماعة موجة واحد حارة. تقريبا. الجماعة واحد كان برضو هو فيه، ودم وكان الغزال. واحد دم الغزال كسينما. ده كل ده بقى كسينما اه. الوعد وحاجات كده مختلفة مم. برضو. لكن ان احنا بعد نشوف دراما، شفنا جماعة وبعد كده موجة حارة وبعد كده افراح القبة. فكان في توقع كبير ان يكون المشوار يعني على نفس النهج بعض الشيء. خاصة احنا مع محمد فريد اللي هو كان حد شارك في هذا المساء، اللي هو يعتبر واحد من أهم المسلسلات. هو كان فيعني عارف كان كاتب في ولا في الورشة؟ انا كان بصراحة كان مش عارف مشرف تاريخه مشرف للأسف. على الكتابة، يعني كان مشرف على الكتابة اوكي. وكان ضمن العناصر اللي كانت موجودة برضه في السيناريو. فإحنا قصاد فريق يعني يكاد يكون مبشر بعمل مهم. وإن احنا نشوف محمد رمضان بجلد جديد أتصور يعني. خاصة إن المسلسل نفسه كنا مش قايم متخيلين على يعني شيء جديد. مش قايم مثلا على مثلا البرنس، او ان هو مثلا مش عارفة اسمه ايه يروح يقابل هتلر بيه والجو ده. يعني مم. كان في مسار تاني نتصوره للمسلسل، وكمان لكن المسلسل اعتقد اول حلقة كانت مملة شوية، وبعدين مهم. يعني بدأت من تاني حلقة الامور تتصاعد شوية مع عناصر فنية اه، كويسة، زي الصورة، السينماتوجرافي كانت حلوة صحيح. جدا، الموسيقى كانت مهم. حلوة جدا. وانا توقعت لحد الحلقة العاشرة ان احنا في مسلسل من نوعية اللي هو السلو بيرن كده، اللي هو الامور مهم. بتتاخد على الهادي. بس مهم. الامور باظت خالص يعني. صحيح. يعني هقول لك انا بصراحة، اي عمل طبيعي بيبقى قايم على عنصرين: مم. النص والصورة. واتصور ان الصورة في اول 10 حلقات كانت هي المتحملة كل العبء الاكبر بالنسبة لتوقعات المشاهد. يعني عبد السلام موسى كمدير تصوير، وفعلا هو ليه اعمال كمان في السينما ممتازة جدا، وكان شارك كمان مع ياسين في افراح القبة وموجة حارة. يعني كان هو برضو موجود في التصوير، فكان في ما بينهم توافق كبير. وكان لكن في ان مشاهد حلوة احنا جدا اللي نشوف هي في بس. الملح، في الملاحات، بالظبط. اه، وفي اللي هي كانت دينا الشربيني السينماتوجرافي كانت فعلا كانت متهددة، حلوة اللي هي فعلا. في القطر تقريبا، اللي هي المنطقة اللي هي بتاعة مم. القطورات دي، كانت كويسة جدا جدا جدا. جنينة الحيوانات كانت بقى يعني هو في القمة، كذا وبعد كده سيكونس الأمور اتغيرت. يعتبر. صحيح، هو في فعلا كذا سيكونس يعتبر هم اللي كانوا شادين المشاهدين جدا. وإن كان النص نفسه زي ما انت قلت، هو اوكي، هو ممكن يكون سلو بس هو كان داون قوي. يعني فاهمني الموضوع بس كان كمان متواضع الإبداع بشكل في كبير. التصوير إن هو اختار يعني يطلع حاجات فنية من مناطق، يعني صحيح. لوكيشنز مش فنية أوي يعني. امم هو في صحيح، العادي يعني ممكن مثلا تفوت على فعلا. مديرين تصوير كتير يعني. صحيح. جنينة الحيوانات وفكرة مساحة الحلم اللي هو خلقها،
واستحضار إن أنت كأن أنت بتشوف حاجة مثلًا لأسامة فوزي، وبتبُص مثلًا على عالم عفاريت الأسفلت، على أفلام تانية، اللي هو أنت بتشوف حاجة حاسس إن هي منتمية لعالم كده أقرب ما بين الحقيقة والخيال. وهنا بقى نقطة ذكية جدًا هم فعلًا أدركوها، لإن المسلسل ده مسلسل بطل، المسلسل مسلسل رحلة بطل. فرحلة البطل هي تعتبر الشكل اللي المفروض كان يكون المسلسل يمشي في مساره أو يعبّر عنه، لكن ده كان قاصر فقط على بعض الحلقات، أو بالضبط حلقتين تقريبًا اللي كان فيهم الcinematography العالية جدًا دي، اللي كانت برضه بتبلور شغل أو يعني رحلة البطل نفسها، الأحلام، عالم الحلم اللي هو كان عاوز يحققه، عاوز يوصل لإيه، وهو أصلًا مهدد وهو في خطر، لكن إحنا برضه مش شايفين الخطر، إحنا هايمين معاه في حالة الحلم اللي هو فيها. كل ده تحس إن هو كأنه يعني هو يا اتهد ريته بقى على هايم، صخرة، أنا بقى أنا صخرة عندي من مشكلة بقى. آه. أيوه، كويس إنِّك ذكرتِ بقى ده، عشان أنا عندي إمم. مشكلة مع شخصية محمد رمضان من الأول، غير أداء محمد رمضان، بس شخصية محمد اهم. رمضان في رأيي هي شخصية رضوان البرنس لو قرر يبقى حرامي، عادي جدًا إمم. يعني، هي نفس الشخصية تقريبًا. هو راجل يعني مسيطر جدًا، بيكسب كل الصراعات الكلامية والخناقات اللي بياخدها، مش قلقان من أي حاجة، مش أنا أول مرّة أشوف حرامي مش قلقان، وهنا مش قصدي الرسالة والأخلاقيات وضميره فين. إمم. يعني شخصية دينا الشربيني قلقانة عاملة، يعني بتشوف هتهرب اهم. إزاي، لأ ده عنده أريحية لافتة نظري بطريقة غير عادية، هو مش خايف، وبيتصرّف صحيح. تصرُّفات قمة في الغباء، بس هو أيوه. حسّه الأمني بيعلى في رمي شرايح التليفون بس. هو هنا هو أتصوّر لو هاقول لك على حاجة، يعني لو قسّمنا مثلًا الشخصية مثلًا جانبين، اللي هو الجانب وهي بتتكتب، التفاصيل الخاصة بيها اللي ما تمِّش ذكرها، والجانب اللي ظهر قصادنا على الشاشة، هنلاقي إن التفاصيل اللي ما تمِّش ذكرها تصوّر إن في منها مساحة التهوّر، وكمان الثقة الزايدة جدًا عن الحد، اللي هي طبيعي إن هي ما تبقاش موجودة إلا في يعني حرامي مش ذكي. لإن من بالضبط، الذكاء إن فمش أنت عارف إيه السر إن هُم خلّوا ده تعرف بطلنا تتعامل. يعني، إمم. يعني هو كل تصرُّفاته أنا في رأيي إنها بيشوبها الغباء يعني. فيها من الحماقة، فعلًا، هو فعلًا في بالضبط. حماقة كبيرة بس أتصوّر هاقول لك على حاجة، أنا شايفة إن ده بطل درامي بالدرجة الأولى، لكن الأداء نفسه والأزمة اللي وقعت فيها الكتابة، إن هي ما قدرتش إن هي تكمّل على نفس المسار والنهج في الشخصية، ده اللي أدّى إن أنت حاسس إن في ارتباك. يعني هاقول هو لك الأداء اتفضّلي كمّلي طالما عندِك حاجة عايزة يعني تقوليها، اتفضّلي. متصوّرة إن الكتابة نفسها لو كانت قدرت إن هي تكمّل في الفلك بتاع الشخصية اللي فيها سمات ممكن تجرّها وتوقّعها في غلط أكبر كل مرّة، يعني كل مرّة بتروح في مكان أو بتعمل تفصيلة، هي بتُقع في غلط أكبر من اللي قبله. ده دراميًا شيء ممتاز جدًا لو كان تم بس كتابته ما بشكل بيحصلش مضبوط، الغلط، يعني هو كان لإن هربان وكان مخبّي نَفْسه كويس وقايل إن إمم. هو عايش هو في إسكندرية وصحابه بيقولوا إن هو في دمياط، وبعدين هو قال لك يقول للناس إن هو في بورسعيد وكل الكلام ده، وبعدين راح عاش عند مغني مهرجانات وبيطلع في الأفراح اللي هو فيه live، يعني دي الفرح كانت شغّال برضه والناس شيء بينقلوه فيسبوك شيء وهو قاعد ورا في آه. المسرح عادي، فاللي هو إيه يا هاقول معلم لك اللي أنت على بتعمله حاجة، ده؟ أحيانًا أنا بافكّر بصراحة بشكل درامي في الشخصية، لإن هي أنا شايفة الصراحة الشخصية مُلفتة جدًا، جدًا دراميًا، لكن التعامل معاها هو اللي وقّع الشخصية بشكل كبير. إنه والفكرة بتاعة مروحه لعزّة الشقة ده هو ومراته يعني كان في ركاكة إمم. شوية يعني، الفيلم اللي عملوه ده ما يخرجش آمم على حد يعني. هو شوف، هو طول الوقت الحكايات اللي هُم كانوا بيحكوها عشان يهربوا من مكان لمكان، كانت كلّها ما تدخُلش على طفل عنده 10 سنين يعني. بس وكأن إيه، إحنا هنتعامل مع ده. لكن عالم عزّة وشامل والشقة والإستوديو والحكاية دي كلّها، أنا بقى شايفة بصراحة تفصيلة كمان أكبر كمان من النقطة دي، وإنه هو مرّة واحدة أحال مساحة البطولة من ماهر ووردة لعزّة وشامل، وفي لحظة أنت مش عارف هُم دول البطل للعمل، البطل للقصة، والّا هُم البطل الضد للأبطال الحقيقيين، في ضوء وبقى كمان عندي إن إحساس إحنا أصلًا تاني إن إحنا نحّينا كنا ممكن نسيب البطل المسلسل الضد عادي، أصلًا.
لأ، وإحنا كنا إمم، ممكن نسيب المسلسل عشان يعني ناخد الموضوع عشان متشابك شوية، يعني إحنا كنا ممكن نسيب المسلسل لولا جودة إمم. أداء أحمد صفوت اللي هو شامل، وندى موسى اللي هي عزة، يعني لو كان اتنين صحيح، أنت تانيين في لحظة ما بأداء كنت أقل بتكمّل عشان ما عادي، القصة، القصة بتاعتهم وهُم والأداء بيمثلوا بتاعهم. كويس، طب ما بالضبط، صحيح فعلًا، يعني كان من باب صحيح. أولى يسرقوا هُم الآثار ونخلص يعني، هُم على فكرة كمان وأتص عندهم يعني أعتقد نوع من أنواع الذكاء أكتر من التانيين يعني مش عارف، و و وأتصوّر كمان إن ختام الline بتاع عزة وشامل كان يعني على من طريقة باب محمد إنه رمضان. بالضبط، ضرب بلا هدف على طريقة محمد رمضان علشان إيه، إمم. أنتم إيه ده، أنتم في succès للناس و دي، لأ ما و ينفعش آه، كده. والقفلة اللي هي دايمًا بتاعة محمد رمضان اللي يبقى فيها السجع دي، اللي هو قال له: "أنت ماهر؟" قال له: "أنا آه، كاظم الساهر." وفضل يضربه تن تن مثلًا بام لمدة بام. 10 دقايق بلا هدف، والراجل already كان خلصان بعد يعني تاني بوكس، فقال له: "يا معلم هو خلاص هو بقى يعني فعلًا اللي ضرب بعده." بلا هدف والموضوع كلّه والقفلة الخط نفسه كانت غريبة. لإن أنتم يعني إحنا عِشنا مع الشخصيات حوالي ما يزيد مثلًا عن 7 حلقات أو حاجة، ومرّة واحدة اختفوا كده بغمضة عين، وابتدينا نتنقّل من مكان لمكان. هو هنا في اللي نقطة حسينا مهمة. وجود سيد رجب ضروري بقى، فالراجل دخل وأنا حاسس إن هو ما آه. كانش موجود يعني، فتمام إن أنا هو دخل. حسّيت إن هو فعلًا وجوده اضطراري، يعني وجوده كان اضطراري لإن كان في كلام كتير بصراحة اتقال على المواضيع ديّة، وما نقدرش نعرف فين الحقيقة، بس بشكل عام سيد رجب كان واضح إن هو إنقاذًا للموقف، يعني ما كانش في تفاصيل للشخصية، ما كانش في كذا، ما كانش في كذا، وللأمانة بس أداؤه بشكل كان عام كويس إلى حد كبير كان يعني، مقبول، أنقذ كان الموقف مقبول. يعني. بس أنا عايزة كمان أتكلّم في نقطة مهمة إن النقطة بتاعة الانتقال من مكان لمكان، وإن إحنا كإننا بنروح من بيت لبيت وبنتقابل مع عيلة من عيلة ومن كذا لكذا، ده إمم، كان في مساحة شوية تلاقي مع مسلسل شهير زي أحلام الفتى الطائر، اللي كان أوكي. عمله عادل إمام، اللي عادل هو إمام. تعتبر نفس التيمة تقريبًا، اللي هو الحرامي اللي سرق أصلًا من حرامية حاجة وخبّاها وابتدى هو يتنقل من مكان لمكان، لكن حتى مشكلة المشوار إن هو ما كانش ماشي بدرجة الsuspense اللي كانت موجودة مثلًا في أحلام الفتى الطائر، وأعتقد إن لإن المشكلة الرئيسية إن الvillain ضعيف أو الضد ضعيف، إمم، الخصم ضعيف، لإن لإن هُم كلّهم ما فيش حد المسلسل نفسه طيب يعني. الكتابة بالضبط، الكتابة نفسها لم تدعم الضد أصلًا، يعني إحنا يعني يعني هَمِّشنا شخصية أحمد تمامًا. كمال طالع راجل ساذج، طالع راجل عبيط، بالضبط. وخاصةً إن من كلام صاحبه اللي هو بدقن وبيشرب بايب ده اللي هو إمم، أنا مش فاكر اسم الممثل بتاع يعني شركة بس السياحة. إمم، أيوه، الراجل بيتكلّم على إن الراجل ده تقريبًا كوّن ثروته من الآثار، وعنده حرص شديد لدرجة جايب رقم من إنجلترا بيتكلّم بيه وبيتكلّم بيه FaceTime وكلّه، فقام فتح فعلًا الخزنة قدّام واحدة بتخدم في البيت عنده، والمسلسل عشّمنا إن في بينهم علاقة، أو حتى هو كان متبنيها زي ما في لحظات حسّسونا، وطريقة كلام يعني أنا أحمد بصراحة كمال وهو توقّعت بيتصل أنا. بيها إمم، ومشتاق جدًا إمم. للمكالمة دي، حسّستني إن في حاجة، وبعدين في الآخر أنا هو دماغي يطلع راحت فعلًا لحتّة إن تانية خالص بصراحة وأنا بالضبط. باتفرّج، تطلع لإن الأمور بالسذاجة دي في الآخر إن هو فتح الخزنة قصاد بجد واحدة كده عنده في البيت، إمم، وهُم دخلوا يعني حطّوا الحاجة وهو اتصدم من مكان الآثار، يعني بجد للدرجة ما دي في يعرفش، عبط يعني؟ يا حرام إن هي اتنقلت وبتاع والراجل هاقول ده لك حريص جدًا يعني يعني. في مشكلة في المسلسل إنه مثلًا نقطة الvillain اللي هو البطل الضد، إن كان مثلًا اللي هو كان أحمد كمال أو كارولين خليل، الاتنين تم تهميشهم بشكل كبير جدًا وأصبحوا على هامش القصة، وبالتالي أنت بقيت مش عارف طب هو مين الشرير، رغم إن الجميع أصلًا لا يتسم بالخير، يعني ودي حاجة في حد ذاتها برضه دراميًا حلوة. لكن كل النقط الدرامية الحلوة دي هي تعتبر طارت وراحت في الوبا كده، لإن ما كانش في الخط المضبوط اللي نقدر نمشّي عليه الشخصيات، يعني رغم إن الأداءات كان في بعض الأداءات جيدة، بس ما بيومي كانش فؤاد في على رأسهم. النَص. بيومي فؤاد فعلًا أنا شايفة إن هو السنة دي قدّم مثلًا في مسلسل مشوار شخصية راشد المحامي كانت من أفضل الأدوار اللي قدّمها، وكذلك قدّم سعاد الكتاتني في الاختيار كان برضه ممتاز، يعني ده أنا حقيقي، شايفة إنه والدكتور ربيع في ده فعلًا الكبير. بالضبط ده طبعًا على رأسهم أكيد. بس كأداءات جديدة بالنسبة له، وفيها مساحة من الجدية، وبالذات في المشوار.
لإن هو أظن كان كمان مساحة في دوره كان أكبر من الاختيار فعلًا. دوره كان أكبر، وكذلك أنت مش مرتبط برضه بشكل أو بتفاصيل معروفة، لأ أنت مرتبط بشخصية درامية أكتر، فبالتالي ده برضه ادّى له مساحة أكبر إن هو يقدر يبقى موجود يعني. وكمان أنا بصراحة لو هنتكلم على الأداء التمثيلي، أكيد هنتكلم عن محمد عبده اللي هو كان طالع بدور كمال، اللي هو كان المحامي كويس جدًا. الصعيدي صديقه، كان ممتاز فعلًا. ويعني أنا أتمنى إن يكون موجود في حاجات تانية فيما بعد يعني، لإنه أتصوّر إن الأداءات ديّة المنضبطة دي خلّت أو حكمت شوية نسبة المشاهدة إمم. للمسلسل. يعني بالضبط، يعني كان بالاشتراك كان مع ممكن شامل وعزّة يعني هم بصراحة هم اللي أنقذوا المسلسل، ما كانش أحمد في عناصر صفوت وندى جذب. موسى الخط بتاعهم كان جاذب جدًا، جدًا، هو جدًا. أحمد أنا صفوت أعرف ناس مثل بعد ما الخط بطريقة ده هايلة يعني. ده صحيح. أنا أعرف ناس بعد ما الخط ده انتهى ما بقوش يتابعوا المسلسل. هو فعلًا، لإن هم ده حقيقي، عنصر لإنه الجذب الرئيسي. ده فعلًا، فعلًا عنصر الجذب الرئيسي، لإن كمان أنت الأبطال بتوعك غير جاذبين، لإنهم غير فاعلين. يعني مسألة إن أنت وبيعيّطوا تكون كتير بس بطريقة هستيرية يعني، ما أنا مش فاهم برضه ليه يعني. هو محمد رمضان أكتر بصراحة، ودينا الشربيني مش بقى الموضوع عياط بس، لأ هو ما كانتش بتعيط، هي كانت بتزعّق. أي انفعال نبقى نقلبه لزعيق. وده أتصوّر برضه ده ما كانش حاضر بصراحة في الحلقات الأولى، وده نرجّعه لأ، للإخراج. بس في الحلقات الأولى كان لإني رمضان إمم. برضه كان ساعة ما اتاخد تحرّي أو في تشابه مع اسم حد مجرم خرج عيّط لمّا عياط دخل هستيري في السجن وبعد التليفون. كده خرج. إمم. يعني إحنا أنت مش عارفين هو بتعيّط كده. بيعيّط ليه، بس بالضبط يعني. وطالما أنت أعصابك ضعيفة ما بتخافش ليه من التهمة اللي معاك يا معلم يعني؟ أنا مش فاهم برضه. هو أنت عارف حالة التناقض دي هي المفروض الأساس في الشخصية، لكن هي ما ظهرتش في الأحداث، ودي مشكلة حقيقية. أنت يكون وكمان في عندك عامل ضغط حاجة قيّمة. اتفضل. إمم. يعني أنت عندك حاجة قيّمة بس مع الأسف مش قادر تستثمرها. لأ اتفضل بقى النقطة اللي أنت هتقولها عشان أتصوّر إن لأ، هي يعني مهمة. عامل الضغط اللي كمان المفروض كان يتشكِّل مع الخصم الضد زي اللي هو إمم. أحمد كمال وكده، اللي هو الضابط أحمد مجدي. أحمد مجدي كان فعلًا أداؤه كضابط في الأمور كان نفس أداء ياسمين عبد العزيز، "إزيِك يا وإزاي ماما." هو بيعمل كده وبيسأل، "أنتم عاملين إيه يا جماعة؟ أنتم مش عارف إيه." هو ما بيعملش حاجة، ما فيش أي تحريات، ما فيش أنا حاسس إن هو عادي يعني، كان مجرد واحد بيسأل وبيحاول يوقّع الناس في الكلام، فما هو كانش بالضبط، خصم يعني هو قوي يعني للبطل يعني. دايمًا عادةً في الأعمال اللي زي كده طالما في ضابط أكيد بالتالي هيبقى في خط قوة هو بيمثّله. لكن في المسلسل بصراحة إحنا ما شُفناش ده على الإطلاق، حتى كُنّا بنحس أحيانًا إن هو في غفلة من الشرطة عن هؤلاء الناس اللي بالضبط. عمّالة تتحرّك في كل المحافظات. هُم ما يعني بيعملوش دي حاجة غير حاجة برضه بيراقبوا مش التليفونات مفهومة. وبيحاولوا يوقّعوا الناس في الكلام، يعني ما أنتِ ما تحسّيش إن يعني في حتى آخر ومش حلقة لمّا مطلوب بيقول له: "أنت ممكن ليه". حتى بالضبط، يعني ما فيش يعني قبل ما ندخل على الحتّة دي، يعني هو ما فيش ضغط، ما تحسّيش إن هُم إمم. عملوا حاجة لا قوية. يمثّلوا لأ أي عمل ضغط. بالضبط، فأنتِ بتقولي الحتّة الأخيرة فعلًا دي بقى هي دي تتويج الكارثة نفسها. صحيح، يعني لمّا بيقول له أنت ليه كنت قفلت التليفون التسجيل لمّا كنا إمم. بنسجل؟ لأ sorry أصل أنا مش عارفة كنت باتكلم مع المدام في حاجة. إيه ده؟ إيه التهريج ده؟ يعني في بالضبط، في وعدِّت في عليه ما مساحة حاولش يزنّق، يعني لأ هو هاقول لك حتى على لمّا حاجة ليه. بيزنّقش في إمم. الكلام أوي يعني. هو في مساحة من الاستخفاف ودي مشكلة، لإن إحنا هاقول لك أنت محتاج تخلّص ال30 حلقة عشان رمضان، وبالتالي رمضان اللي هو الشهر يعني. وبالتالي آه. أنت ممكن في حاجات تغفلها في سبيل إن أنت تخلّص القصة. وده يعني أنا حتى توقعت اللي ممكن يبقى خلّى في النهاية مطاردات، هو كان قريب وهيهرب منه، يعني ودي إمم. حاجات كلاسيكية يعني من مقابلته أيام مقابلته المشبوه يعني. مثلًا بالضبط مقابلته يعني. مثلًا مع برضه كمال المحامي دي برضه كانت ملفتة. الplot twist اللي حصل أصلًا في الآخر دوّة كان على الأقل ممكن تعرف ترجع مثلًا flashback كده صغنطط بالضبط، فوتو مونتاج ويمكن تجمّع الموضوع. لأ وبعدين حتى يمكن أقول لِك إحنا خلّينا نقول عشان حد هيقول مثلًا إن هو كان هيقبض عليه وهو مش محتاج يقبض عليه، أنتِ ما فيش ولا لحظة حسيتيه قريب منه، أنتِ عارفة هي دي ده المشكلة فعلًا، صحيح. أنتِ عمرِك ما إمم. حسيتِ الضابط ده قريب منهم، هو الضابط ده دايمًا متأخر عنهم ب50 خطوة، إمم. فهو دي المشكلة الرئيسية، فمش عارف يعني. ونقطة كمان مهمة بُص هو خلّينا نتكلم فيها على صعيدين، هي على الصعيد الدرامي شكلها حلو، بس برضه في نفس الوقت فيها ثغرات، اللي هو النهاية. أنا عجبني جدًا النهاية. إمم. مسألة إن البطل بتاعنا اللي إحنا ماشيين معاه المشوار ده كلّه قدر يحقق حلمه.
ما إن عجبنيش هو حاجة في يبقى النهاية عنده غير كذا كلام عمرو وكذا، عبد اللي هو الجليل برضه بصراحة. اللي هو برضه مش حلم أوي، اللي هو البيسين يعني كان برضه متواضع اه، بس شبه بيسين آآ طبازة. أنت هنا كل دوّة التحقيق الحلم دوّة هو هنا أنت هو أولًا تحقيق حلم لحظي، لإنه هو برضه هيفضل مهدد، لكن أنا عجبني في حاجة إن أنت كإنّك بترسّخ لنموذج بطل جديد، يعني عادةً إحنا لازم تكون بتنصر الخير وبتقول إن الشر يعني يعني وِحِش احنا وهينهزم هنا وكذا، نصفنا وكذا. الخير وهزمنا الشر وضحكنا على الشر كمان إحنا ضحكنا على الشر، بس في نفس الوقت إحنا برضه مهددين، وده برضه كان يعني ده كان لو ابتدى فعلًا يظهر في الكتابة بشكل جَلَل يعني أو قوي، كان الموضوع هيبقى مختلف تمامًا، بس بس إحنا هنا النهاية ده بصراحة كان غير لازم مقنعة تماما، كُلّه. يعني سواء من اتفاقه مع النهاية غير الشرطة مقنعة لإن كان فيها ثغرات كتير، كان فيها ثغرات وبيومي كتير، فؤاد ازاي يعني أنا مش رجع فاهمة كمال، يعني راشد ازاي رجع كمال اللي ليه؟ طرده وقال له امشي يالا بره وبتاع وكل الكلام ده، إمم، رجعه تاني، دي وخاصة كمان بالضبط. ان هو خسران القضية في الدرجة الأولى إمم، من المحاكمة. والراجل اخد 10 سنين يعني لأن الحكم اتأيد. فازاي إمم. شخصية مش هتغفر ومش هتسامح في سمعتها تقوم مرجعاه وبعدين يقول له ده انت بقيت بتوضب الشنطة كويس، ايه اللي هو ايه. يعني بُص، دي النقطة بصراحة اللي أنا كمان كنت هاتكلم فيها، نقطة الثغرات، إنه وإن كان ده ماشي بيرسّخ لشكل جديد مثلًا لنموذج البطل أو كذا، 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 مش عارفة إيه، بس في الوقت نفسه هو إيه بقى اللي حصل ده؟ أنت كمشاهد حتى، سواء أنت لو حتى ما كانش عندك دراية بالتفاصيل الدرامية أو البناء الدرامي أو الكلام ده كلّه، هتبقى حاسس إن في حاجة غريبة، في استخفاف حصل بالظبط، هو دي بعقل المشكلة المشاهد الحقيقة. عشان نقفّل الخط ونطلّع البطل بتاعنا عايش في فيلا والدنيا لطيفة. أنا مش فاهمة، يعني ما تمش استدعائه مثلًا في مرّة، يعني أنت already متورّط، يعني أنت already متورّط معاهم، المفروض كان هو يبقى أخد في أخف على الأقل حكم اشتباك فيهم أكتر. وخلاص يعني. فده كان شوية غريب وكل الأشرار و وقعوا، يعني عمرو عبد الجليل إمم. بمحمود الليثي، لأ صاحبه، كلّهم راحوا، كلّهم، صاحبه كلّهم. ده محمود الليثي كان يعني ده كان ده شيء فعلًا غريب جدًا. أنا حابة نتكلّم في نقطة وهي إنه رغم التعاقب اللي حصل من المُخرجين على الجانب البصري، لكن هو كان يُعتبر العنصر الأقوى في العمل، يعني إلى حد بعيدًا كبير عن النص بيتهيأ لي في نَفْسه. أول 10 حلقات، بس بعد كده حسيت إن من كتر إمم، المخرجين اللي انضموا للعمل بمديرين إمم. تصوير مختلفين، كنت باحس الصورة بتتغير جدًا، يعني كان في اختلافات كبيرة، كنت باحس إني باتفرج على كذا مسلسل مش مسلسلين كذا مختلفين كذا حتى. عمل في نفس الوقت، وخاصةً كمان أنا كنت حاسة إن الlocation والخط بتاع عزة وشامل يعتبر هو الأساس، يعني دوّة اللي كان فيه مدير التصوير الرئيسي اللي هو عبد السلام موسى أتصور يعني، لإنه كان في لعب بالإضاءة وهو معروف عنه ال الشطارة في الجزء ده أكتر يعني، والمشاهد برضه بتاعة الفرح وكذا، وكذا. بس غير كده آآ صحيح كان في تفاوت فعلًا، بس نقدر نقول إن هو يعتبر العنصر الأكتر اللي كان شايل المسلسل، خاصةً إن الأداء التمثيلي نفسه ما بين الأبطال وبعض كان متفاوت جدًا، إمم. متفاوت بشكل كبير. يعني بدايةً من رمضان يعني أنا كنت أتمنى إن يكون في اختلاف في الأداء اللي هو بيقدّمه. أنا ما حسيتش أبدًا، أبدًا، أبدًا إن في لحظة هو منفعل، هو خايف، هو مُرتاب، حتى لو هو واثق، بس على الأقل أنا ما يبقى حسيتش في إن مشاهده كويسة غير مع تنوُّع. بيومي فؤاد بصراحة ما في يعني. يعني وبرضه هي برضه ما كانش فيها أي تنوُّع في الأداء التمثيلي ولا حتى تتوين في الصوت، يعني ودي برضه حاجة يعني مش بس هنا هنتكلم على الإخراج إن كان لابد إن هو يكون حاضر في النقطة دي، لأ كمان إدراك الممثل نفسه لطبيعة الشخصية اللي هو بس بيقدّمها. أعتقد إن إحنا لو جبنا مين أنا مش مخرج برضه أنا الموضوع مش مش هيتغير. باقدّم. ما يعني الموضوع بالضبط، ما هو اتغيرش في لازم الكنز مع شريف عرفة برضه مثلًا، ما فيش لازم يعني. يكون نابع من الممثل نفسه، إن الوحيد اللي لازم بيريح يكون في دماغه بقى إدراك أنا وبيستخدم بامثّل الموضوع ده إيه. هو محمد سامي مع محمد آه، رمضان، بيريح دماغه. إحنا لإني نستخدم اللي لإن عنده. هو لإن شخصية واحدة هي اللي بتتقدّم على طول، ودي برضه مشكلة أظن لمحمد رمضان، يعني إحنا لو هنسأل مثلًا سؤال كبير بعد المسلسل ده، بعد ما نخلّص الحلقة، هنقول طب وبعدين، يعني هيقدّم إيه؟ هو حتى المحاولة اللي هو كانت المفروض إن هو يغيّر بيها جلده بعض الشيء، برضه ما نجحتش لعناصر تانية مش بس محمد رمضان، بس
برضه ما نجحتش. لو هو هنتكلم عنه هو شخصيًا كأداء، ما كانش في أي تغيير، ما كانش في حتى يعني أنا يعني كان في بعض المشاهد دينا الشربيني بتمثل أحسن. يعني أنت ده حاسس حقيقي. إن هي خايفة، أنت حاسس إن هي واقعة في ورطة، وإن كان برضه أحيانًا التعبير عن الخوف أو الغضب ده كان بيقلب بزعيق وصريخ، وده برضه يعني نقطة يعني مش ممكن أفضل تكون مش قرار يعني. أفضل أداء، صحيح فعلًا مش أفضل قرار خالص، خاصةً إن دوّة بان لمّا ابتدينا نشوف أبطال تانية اللي هم كانوا محطوطين في خانة ضيوف الشرف، اللي هو أحمد صفوت وندى موسى. أداءاتهم كانت منضبطة جدًا، مُعبّرة عن الشخصية، وإن كان ندى موسى بالذات كان فيها تكرار شوية، لإن نمط الشخصية المكتوبة كمان كتابيًا كانت هي اللي إمم. بتفرض عليها إن هي تعمل ده، بس برضه كانت بتحاول إن هي تلوِّن، وده ذكاء من كانت الممثل. دي نفس إنه برضه المعضلة اللي كان أعتقد وقع فيها علي الطيب، رغم إن هو قدّم أداء كويس جدًا بصراحة للأمانة، بس يعني علي الطيب أنا شخصيته استبشرت إن في ممكن شخصية حاجة تانية. يعني أنا حسيت إن يعني شخصيته كانت ممكن تطلع كده بالسُمعة يعني، مشاهده ما إمم. كانتش بتغيّر المسار، كان ممكن يطلع زي أيمن ابن أحلام كراوية يعني، هو ده أنا شخص أتمنى بجد بيهددنا من فعلًا، برّه يعني. أنا أتمنى فعلًا بجد إن علي الطيب يعني رغم إن هو فعلًا ممثل شاطر جدًا و إمم. وعنده حضور ممتاز، لكن يا ريت يبقى ليه فعلًا مساحات أدوار تكون فعّالة، يعني ما يكونش مجرد حضور شرفي فقط. يعني حتى مثلًا يعني زيزي طبعًا كان مسلسل حلو أوي، خلّي بالك من زيزي، بس لو حتى بصيت على دوره هتحس بس إن حضوره هو كان مهم يعني، كان كان مهم بيغيّر بس ما مسار كانش الأحداث. فاعل، ما كانش فاعل بالفعل. ويعني دي بقى أحيانًا ممكن يكون أحيانًا إحنا بنشوف كإنتاج بس في أهو دار بنوظّف الإصرار إزاي كان برضه الممثلين. هايل بصراحة. تمام، معاك، معاك. كان دور بس البساطي ده كان كويس جدًا يعني. لو رجعنا تاني للمشوار والأداء التمثيلي، إحنا كنا برضه اتكلمنا عن بيومي وهو كان حقيقي حلو. الممثل اللي كان طالع ابن أحمد كمال، ده كان ممتاز، كان حلو، كان أوكي. الأداء بتاعه في بعض المشاهد كانت كويسة، وكان فيها عارف يعني تعبير لطيف، يعني كان قادر إن هو يعبّر عن الشخصية رغم إن هو حبيت ما دوره ظهرش هنا كتير أكتر فيها. من مسلسل يسرا ده اللي كان صحيح، بيمثل فيه، ما معاك أيوه ده كنتش فعلًا باستلطفه أوي بصراحة. آه. ويعني محمود حسيت الليثي إن كان هو حلو. مقارنة بالعيلة كان هو أفضلهم، أنا حسيت إن كارولين إمم. خليل كانت fake شوية يعني، في تصنُّع حبّة. وأحمد آمم. كمال أنا حسيت إن هو كان زهقان أوي يعني، مش إمم. مش عارف يعني، هو هو كان هو مكسّل المشكلة يمثّل. إن هو المشكلة عارف إن هو كلّهم الاتنين كانوا monotone جدًا، كانوا ما فيش أي تغيير. يعني أنا أستوعب إن أوكي، يعني شخصية مثلًا كارولين خليل اللي هي كاميليا، هي حد ماشي ما بيتهزّش بسهولة وعندها ثبات انفعالي، وهي لكن في بعض في نسبة اللحظات في الشخصية إنها أتصوّر fake، بس هي كانت fake آه، بزيادة، ده قصدي يعني. بالضبط، أتصوّر إن كان فعلًا كان ممكن يبقى في لحظات انفعالية تكون واضحة شوية. محمود الليثي كان حلو وما بصراحة ظهرش كتير بس كان حلو. آه. هو الواضح من الكلام آآ إن هو كان هيبقى ضيف شرف فترة طويلة، بس اضطروا إمم. يستعينوا بيه في الأحداث يعني. المشكلة يعني هنا أنت تحس المسلسل دوّة أحداثه اتغيّر فيه وليدة شوية اللحظة. مفهوم ضيوف الشرف. يعني آه. أنت شوية أنتم بيتغيّر. هتكمّلوا معانا. لأ أنت بُص هتكمّل معانا وقاعد معانا شوية، طَب تمام أوكي، ماشي أوكي. بس كان ف كويس ال ال بصراحة يعني. الخَط والقصة بتاعة سيد رجب كلّها آمم، للحظة ما تشعر إن هي مُقحمة، إن ده هي مرّة حقيقي، واحدة بس دخلت تحسّي إن علينا من كده. غيرها برضه المسلسل ما كانش هيكمل، يعني هي ما كانش هيكمل عشان عشان الحلقات كنا وما لازم كانش نسيب هيكمل شقة كمان عزة علشان وشامل. الربط. ده كان ضروري، يعني الناس اتعلّقت الناس اتعلّقت فإحنا بالشقة جدًا والأحداث اللي فيها. فكان بالضبط. ضروري إن إحنا نعمل ده يعني. بس كان رغم إن هي كان ممكن يطلع من البيت دوّة أكتر من حاجة، لكن إن إحنا رُحنا له بالشكل ده وهاقول لك أنا شايفة إن مشكلة المسلسل في مشكلة رئيسية فيه بيحصل إيه، إنه كان بنبتدي في خط إحنا حاسين أو نتصوّر إن هو هيوصّلنا لحاجة، وبعد كده نعدُل عن دوّة ونرجع تاني، فيبقى بالضبط. رمى لك باقول لِك حاجات القرارات تحسّي إنها جات وأنت فجأة تقول كده. لأ. يعني مثلًا إحنا كنا بنتكلم في ممكن يكون في علاقة مثلًا ما بين وجيهي وما بين وردة، أحمد كمال ودينا الشربيني، أيًا كان مرة واحدة شكلها. لقينا لأ.
إيه ده في بس إيه؟ هي بقت شخصية هامشية جدًا بالنسبة له في الآخر، يعني إحنا مش عارف. بالضبط، اللي كان بيحصل مثلًا ما بين بنت اللي هي ثراء جوبير، اللي هي بنت السيد رجب ومحمد رمضان، ده برضه كان مؤشِّر أنا لحاجة، حسيت للحظة نرجع يعني تحسّي إن في شوية قرارات إنه كانت لأ. هتتاخد ونرجع فيها. صحيح فعلًا بالضبط، ده برضه كان غريب، يعني كان غريب لإنه حتى الكتابة نفسها مش مستقرة، كل اللي أنت زرعته مش هتحصد منه حاجة، فده برضه ثغرات في الكتابة. لأول مرّة بصراحة من فترة، رغم إن سماء إبراهيم مثلًا في الكبير كانت عاملة أداء لطيف جدًا، 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 كوميديا، لكن في المشوار يعني ما كانش أفضل حاجة، وما كانش الاختيارات في التعبير، الأداء التمثيلي ما كانتش أفضل حاجة على الإطلاق. خاصةً إن كان في انحسار شوية في سكة كل العياط المشاهد بتاعتها، والصويت إن شوية. بالضبط. وبعدين أنا في الأول بصراحة هي خدتني في حتّة كده شوية، لمّا ابتدت كانت مثلًا تسرح، وشافت تفكّر، في وبعد كده الحلم وبتاع وكده. نحس إن الست دي مكشوف عنها الحجاب وهيطلع منها حاجة، ومرّة واحدة لأ، ما عندناش وقت عشان نكمّل الكتابة في الجزء دوّة أو نفكّر فيه، فنبتدي نعمل تغيير تاني وrecycle الحكاية دي كانت مشكلة رئيسية في المسلسل، وهي تعتبر السبب الرئيسي في كل اللخبطة اللي حصلت، يعني العمود الفقري نفسه مش مضبوط، وبالتالي كل الأطراف كانت حتى بتتحرك يعني في غير مكانها. و لو هنتكلم عن كمان هنكمل في الأداء التمثيلي، أحمد مجدي والله يعني عارف العادي، لأ يعني ما عنديش حاجة لا وحشة ولا ما حلوة كانش بصراحة. بالضبط مش قادر كان أمسك عليه فعلًا حاجة وحشة كان برضه للأسف، يعني لأ مش هو قادر أقول لِك هو إن هو هو كان وِحِش، بس عادي مش عارف تمامًا، عادي. هو كان عادي تمامًا، بس يعني أتصوّر إنِّك لو كانت الكتابة داعمة أكتر، كانت الشخصية دي هتتحرك بشكل أفضل. وأنا سمير حاسس إن مغاوري أنتِ كان ممكن ما كويس يكونش أوي. عاجبِك، إمم، بس أنا إمم، حاسس برضه إن هو ما اتحطّش في حاجة تثبت قدراته كممثل، هو الموضوع كان عايز واحد بيعرف يقف قصاد الكاميرا بس، أنا ما حسيتش إن إمم. دوره صعب بصراحة، هو ما هو أعرفش هو ليه. الموضوع أصلًا ما اتبروزش خالص لإنه زي ما أنت فعلًا قُلت هو كان عارف بيشقّر، يعني هي دي هو الكلمة بعيد، فعلًا هو بعيد مُعبّرة، الدنيا. هو بيشقّر على الأحداث، يعني الدنيا هو بيروح بعيد كده جدًا يشقّر على عنّه يعني. الأحداث، مش عارفة إيه، يعني هو تحسّيه حتى هو مثلًا واقف المشهد في حلقتين 3 قبلنا يعني. حتى المشهد اللي هو مثلًا اللي كان راح لسليمان وحياة اللي هم كانت أختها وجوز قُلت أختها، بقى هيقرّب خلاص. والتليفون مفتوح، أنا قُلت خلاص بُصّوا أنا الموضوع قُلت بقى أهو خلاص بينه وبين تمام. بطلنا مترين مرّة يعني. واحدة لقينا إن إيه ده في إيه؟ بس أنا حابة إن أنا أشيد جدًا، جدًا، جدًا ببعض المشاهد إمم. اللي ما اتقدمتش بالشكل دوّة في التلفزيون أو حتى في السينما من فترة الجزء طويلة، بتاع الsuspense بتاع زي الزفة، جزء الsuspense اللي كان في البداية بتاع الزفة فعلًا، ده كان معمول النقلة بشكل دي كانت حلوة، يعني حرفيًا ممتاز، مضبوط جدًا. جدًا، جدًا، كان فعلًا ممتاز، لإن هنا أنا أتصوّر إن كان ده مرسوم له ديكوباج مضبوط، كل حاجة في مكانها مضبوطة، ده بيقول حاجة، بيقول لمّا فعلًا نادرًا بنعمل لمّا اختيارات أحس إن فنية أنا مضبوطة. اتشدّيت وقلقت مع إمم، الأبطال، أنا دي حالة نادرة. بالضبط، يمكن في المسلسلات اللي شُفتها كلّها في أي حتّة ما إمم، حسيتهاش يمكن غير 3، 4 مرّات، ودي طبعًا يعني نسبة إن هو مسلسل زي ده يدخل فيها تبقى بصراحة كويسة بالنسبة له يعني. إمم. هو ده بيقول حاجة فعلًا، عارف تفصيلة بسيطة جدًا، إن هو بيقول إن لمّا فعلًا بنقعد بنشتغل مضبوط، بيطلع نتايج كويسة، لكن الدربكة اللي حصلت وكل اللخبطة اللي حصلت، سبّبت إيه في الآخر، سبّبت إن المسلسل كان مُحبط جدًا، رغم إن هو كان متوقع ليه أعلى نسبة مشاهدة. ف فدي فعلًا حاجة مش هيّنة كمان أظن على صُناع العمل يعني، وكمان على شركة الإنتاج اللي هي كانت حقيقي بتراهن على المسلسل، خاصةً بعد لعبة نيوتن اللي هو كان الحصان الأسود زي ما بيقولوا في رمضان اللي فات. يعني ما كانتش أفضل اختيارات، لكن نتمنى بصراحة إن يكون في تغيير في الخطط الفترات الجاية، وإن كمان الفورمات بتاع ال30 حلقة دوّة مش دايمًا يا ريت هو اللي يعني لازم يبقى بصراحة. موجود، صح؟ أكيد يعني يعني. النقطة دي برضه ليه نعمل فورمات 30 حلقة وإحنا قصتنا يعني أصلًا ما تحتملش؟ يعني إحنا شُفنا السنة دي بطلوع الروح برضه والناس تابعته، وكان الناس بتتابع الحلقات بتاعته حتى وبتكتب عنها على تويتر من أول يوم مين قال لآخر يوم. برضه؟
مين بس لو قال تلاحظ برضه إن دي كلّها اختيارات كان إنتاجات شاهد، اللي هي MBC فهمت وMBC اللي هي يعني فهمت إنه مش لازم نفضل واقعين في فورمات ال30 حلقة، لإنه بالضبط. هيوقّع. إحنا وده شُفنا بياخد حتى حقه وده بياخد آآ حقه، يعني منة شلبي المسلسل بتاعها أطلع بالضبط. الروح وصل في نُص رمضان، ويمكن كمان خلص على شاهد قبل إمم. رمضان بيوم أو حاجة يعني، ده كمان بتأخير نزول الحلقات، وأخد حقه إمم. يعني، ما فيش حد بيروح حقه لو عمل مسلسل كويس في رأيي يعني. صحيح، صحيح فعلًا بجد. ومين قال أهو إحنا رمضان خلص وكان خلصان بقى له أكتر من 15 يوم، ومع كده في ناس لسه بتستشهد بيه إن هو وأعتقد من أحسن هيتابع الأعمال اللي كانت أكتر موجودة. بعد رمضان كده، الناس إمم. ممكن تبدأ تشوف إيه الحاجات اللي كانت كويسة أهو طول أنت السنة عارف حتى وتبتدي أشوفها. كمان إنه الموسم نفسه كان متواضع أوي، وبالتالي كان كمان إن تشوف مسلسل لمحمد رمضان اللي هو عادةً بيكون فيه مساحة من الشعبوية والجماهيرية، وكمان مكتوب عليه اسم محمد ياسين اللي هو مرتبط شوية بالضبط. كمان بالنخبة، اللي هو الاتنين مع الأسف ما حققوش أي حاجة من اللي حد كان متوقعها، دي فعلًا خيبة أمل كبيرة. بس للكل يعني ليهم أنا كلّهم حابة يعني. أشيد أوي، 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 أوي اهم. بالتتر عشان أنا كنت مبسوطة بيه أوي. يعني كان أنا معمول حلو. كنت باتفرّج عليه كنت باتفرّج عليه أوي، الشغل اللي كان فيه كان حلو، الgraphics كان حلوة، ال التصوير فيه كان حلو كمان، كان كل التفاصيل والماكيتات اللي كانت معمولة دي، اللي هي برضه كانت إمم. اتعملت على فكرة في لعبة نيوتن برضه السنة اللي فاتت، بس هنا كانت في تركيز عليها بشكل كبير. والموسيقى التصويرية أكيد يعني ليان وطفة كانت آمم يعني عملت إضافة خاصةً إن إحنا كان في بعض الاختيارات الفنية في الحلقات الأولى بالذات، كان الحوار مش هو فيها البطولة، بالضبط، فبالتالي الموسيقى وقدّمت نوع كانت موسيقى مختلف يعني، بتتكلم، حقيقي. الموسيقى فعلًا بجد كانت حاضرة بعنصر مؤثر يعني، هو ده مبشر إن كان العمل كان هيبقى حاجة وبعد كده وصلنا لحاجة تانية، بس يعني عادي هو بتحصل. عمل أكيد وعادي بتحصل بالضبط وقعات ونقلات وحاجات، بس أنا يعني متحمسة أعرف إيه اللي هيحصل بعد كده أو إيه الاختيارات اللي هيقدمها محمد رمضان بعد كده. والله أنا برضه عندي فضول، فهنشوف يعني. إمم. بالضبط. أعتقد أعتقد إحنا خلّصنا كلامنا عن مسلسل المشوار، وعملنا حتى حلقة أطول من حلقاته، كانت حلقاته بتبقى قصيرة أوي. تصوّر. بالضبط، ده حقيقي. هو ده هيبقى مبشر يعني لطيف برضه، يعني إحنا بنتكلم على المشوار اللي هو كان مش مكمّل، بس إحنا كمّلنا، يعني إحنا كمّلنا المشوار بعديه. دي حقيقة. فأتمنى تكون الحلقة عجبت الناس، وشكرًا جدًا يا أمنية، يعني بصراحة عاملة مجهود معايا جامد في الحلقات، ولسه لنا حلقة كمان المفروض، فاستنوها. إن شاء الله، ولأ حقيقي فعلًا مبسوطة بجد بالحلقات، وأتمنى ناس كمان تقول لنا رأيها، شافت إيه واتفرّجت على بالضبط. إيه وندردش وكده. السوشيال ميديا accounts بتاعة أمنية بتبقى موجودة في الdescription بتاع الحلقة على أي منصة، البودكاست حاليًا متاح على كل منصات البودكاست اللي بتعرض في أي حتة، أبل، جوجل، أنغامي، سبوتيفاي، ديزر، أي حتة، طبعًا مع بوديو. فأتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ويا ريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل عشان توصل لكم الحلقات الجاية باستمرار، ونتقابل الحلقة الجاية، مع السلامة.